قبل قليل سجلت عدة مدن مغربية هزة أرضية بلغت قوتها وفقا للمعهد الوطني للجيوفيزياء 5 درجات فاصلة 2 على سلم ريشتر. حدد مركزها في جماعة بريكشا بإقليم وزان قبيل منتصف الليل. هزة أرضية استشعرتها ساكنة عدد من المناطق المجاورة لمركز الهزة، من بينها القصر الكبير، الحاجب، العرائش، شفشاون، سوق الأربعاء الغرب، سيدي سليمان، القنيطرة، سلا، الرباط، تمارة، المحمدية والدار البيضاء. هذا ولم تسجل مصادرنا أي خسائر لحدود اللحظة. ولمزيد من المعطيات والتفاصيل مشاهدينا حول هذه الهزة الأرضية ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف السيد ناصر جبور مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء. أهلا بكم معنا سيد جبور. بداية، ما هي المعطيات المؤكدة لديكم حول هذه الهزة الأرضية؟ نعم، الشبكة الوطنية لرصد الزلزال سجلت الهزة في حدود الساعة 11:48 ليلا. طبعا القوة على سلم ريشتر 5 درجات فاصلة 2، وبهذا تعتبر هذه الهزة متوسطة حسب القوة ديالها. حددت البؤرة في جماعة بريكشا إقليم وزان. كما ذكرتم شعروا بها ساكنة في العديد من المدن في شمال المملكة. هذا راجع إلى عاملين، هو الهزة متوسطة وأيضا العمق 20 كيلومتر في العمق، يخلي الموجات تنتشر لمسافات بعيدة.